بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وسر بقائها. شرفت بحضوري إلى مدرسة الشيخ شعيب ومدرسة أم المؤمنين، المعروف عنهما بالانضباط والالتزام بالواجب الوظيفي، لأنه نما إلى علمي بهذا الانضباط وهذا الالتزام، وهذا شيء يسعدني جميعا أو يسعدنا جميعا بهذا الالتزام دون ضغط أو قهر أو قسوة. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون الباعث هو الضمير وليس الخوف من أحد أو بشر على وجه الأرض، لأننا في ظل هذا التسيب وهذه الفوضى لا نملك إلا الحساب. هناك ثواب وهناك عقاب، الثواب لمن يستحق والعقاب لمن يخطئ، فعدم المحاسبية يؤدي إلى التسيب والفوضى. ونحن نعلم جميعا أن إدارة المنزلة التعليمية شاهدت في بداية عملي الوظيفية منذ 10/12/2013 بأن هناك تسيب في جميع المجالات، سواء في العملية التعليمية، سواء في التوجيه الفني، سواء في الإدارة، سواء في التعليم الفني، كل المجالات هناك تسيب. ولذلك لزاما علينا أن نتحسس طريقنا إلى الانضباط، وليكن ما يكون، طالما أننا نعمل لله ثم للوطن ثم للنفس، وهذا ليس عيبا. إننا جميعا نعمل لله ثم للوطن ثم للنفس الأخيرة. ومجلس أمناء الإدارة للآباء والأمناء والمعلمين هو الصورة أو المرآة للإدارة. لابد أن يكون هناك تعاون ما بين مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والإدارة التعليمية حتى يكون هناك تآلف، وحتى يكون هناك ائتلاف. مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شكل لمساعدة الإدارة التعليمية وحل مشاكلها. نستأذنكم بس في المحمول لو سمحتم. وها نحن نلبي رغبة مجلس أمناء مدرسة الشيخ شعيب ومدرسة أم المؤمنين لحل مشاكلها. وأرحب بالسادة أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد شطة رئيس مجلس الأمناء. ونشكر الأستاذ أحمد شطة في تعاونه المستمر، وما زال يعني آخر حاجة عملها إن هو جاب فاكس ومكنة تصوير للإدارة التعليمية، فإحنا بنشكره جميعا على هذا التعاون، ونقول له هل من مزيد لجعل الإدارة التعليمية إدارة إلكترونية بدلا من إدارة مستندية. يعني شؤون الطلبة عايزين نجيب فيها كمبيوتر، وجه الاعتماد من التطوير التكنولوجي بالمديرية يكون هناك إدارة إلكترونية بدلا من إدارة المستندات والأوراق والتزوير. ذلك سوف أعمل جاهدا بالتعاون مع الأستاذ أحمد شطة لكي تكون هذه الإدارة إدارة إلكترونية.